مساء الخير عليكم. اليوم أنا موجود في مكتب الدكتور مطلق سهلي. الله يسلمك يا دكتور. طبعا البعض يقول مكتب محاماة أكيد يا الضامن جاي تشتكي على أحد أو أحد شاكي عليك. لا والله عندي، الله يسلمك يا دكتور، عندي استشارات بخصوص اتفاق راح يكون مع شركات نقدم لهم إعلانات، فالواحد ما يستغني إنه يكون عنده مواد صحيحة يستند عليها، فالواحد دائما يلجأ إلى مكاتب المحاماة. فإن شاء الله بعد استشارة راح نتعرف على المكتب وراح أعرض لكم خدماتهم ممكن تستفيدون منهم مستقبلا. طبعا عادة الواحد لما يمرض يلجأ إلى الطبيب. طيب سؤالنا اليوم إلى الدكتور، الواحد متى يلجأ إلى مكتب المحاماة؟ الله يسلمك. أول شيء الله يحييك. الله يسلمك، حياك الله. شرفنا فيك اليوم. الله يسلمك، حياك الله. والله شوف، أنت كلامك يعني في مكانه، أن المريض إذا يعني جاء المرض يحتاج إلى طبيب، ولا بد من لا بد أنه يذهب إلى الطبيب ليكشف عليه ويشخص الحالة. أنا نقول أن الواحد الآن في الزمن هذا يحتاج إلى المحامي في جميع أموره. إذا جيت للشركات بداية تأسيسها وبداية كتابة عقودها ومتابعة شؤونها لابد محامي. وإذا جيت لقضايا الأحوال الشخصية من ناحية النفقة ومتى استحقاق النفقة ومتى استحقاق الحضانة فلا بد من محامي. وإذا جيت للقضايا الجنائية مع مثلا واحد اتصل على الشرطة معي قالوا تعال عندك كذا، فلا بد أنه يستعين بمحامي لمعرفة الإجراءات النظامية. وإذا جيت سلمك الله القضايا ديوان المظالم اللي تخص الموظفين لابد أنه يعرف الموظف مستحقاته. لو جيت سلمك الله إلى قضايا العمالية، وأنا بعد أنبه في هذا يعني طرقنا قضايا العمالية، أنبه يحتاج أكثر، لكن بنبه موضوع معين أن بعض الموظفين اللي هم لديهم عقود عمالية إنه يطلبون الشركة يقول له تعال سوي مخالصة معي، فأنا أنصح إنه ما يسوي مخالصة ولا يوقع، لأنه له حقوق كثيرة. فإذا توجه إلى محامي يحسب له إجازاته، يحسب رواتبه، يدقق العقد ويعرف اللي له وعليه. دكتور، الآن كيف تتم عملية دراسة القضايا عندكم؟ والبعض أحيانا يتخوف يقول والله مخاف أن قضيتي بسيطة ألجأ إلى مكتب محاماة يعطيني مبلغ عالي أو شيء، فكيف طريقة الدراسة وكيف أول ما تستلموا القضية؟ والله شوف يا أستاذ محمد، أن القضايا بداية إذا جاء العميل يجلس مع أحد المستشارين، ودخوله وجلوسه عندنا ودراسة القضية مجانا الدراسة؟ مجاني أبدا. أي قضية سواء عمالية، سواء أحوال شخصية، سواء جنائية، سواء قضايا التنفيذ، سواء قضايا المحكمة العامة، سواء اللي هي محاكم الديوان المظالم. لأن البعض لو قاطعتك دكتور، البعض يعتقد أنه مجرد ما أوصل مكتب المحاماة في مبلغ أدفع قيمته. لا، مكتبنا لا، ومعروف عندنا على هذا من فترة طويلة يعني. ممتاز. الاستشارة حلو من 4 سنين أو 5 الحمد لله أن الأمور عندنا دراسة القضايا مجانية. إيه، لأن يعني أنا ما ودي آخذ من العميل مبلغ اللي نعرف القضية. ممكن القضية خسرانة. أول شيء أنا أعرف من العميل هل هو مدعي أو مدعى عليه، هل ما هي العلاقة بين المدعي والمدعى عليه. هذا من ناحية الدراسة يا أستاذ محمد معي. وهذه الدراسة نحط في نقاط 6 نقاط أو 5 نقاط تخلي المحامي وغير المحامي تصير القضية عنده واضحة. جميل. أول حاجة من المدعي ومن المدعى عليه، ما هي العلاقة بين المدعي والمدعى عليه التي صار بعدها أو صارت سبب العلاقة هذه في نشوء النزاع. جميل. جميل. الأمر الثالث اللي هو سلمك الله الأسانيد. أسانيد في الدعوة، عندنا أسانيد شرعية من الكتاب والسنة، وعندنا أسانيد نظامية معي، وبعطيك على كل هذا مثال. حلو. الأمر الخامس اللي هو الطلبات، وهذه مهمة جدا في الدعوة. أنت الآن بعد ما قدمت هذه وش تطلب من القاضي؟ وش تطلب من القاضي للخصم معي؟ مثل إلزام المدعى عليه بتسليم العقار، إلزام المدعى عليه بإعطاء المبلغ السلف، إلزام المدعى عليه مثلا بإرجاع مثلا السيارة معي. جميل. الأمر الأخير اللي هو الواقعة. أدرس القضية كاملة وأشوف واقعة القضية، وش القضية بدايتها ونهايتها. 6 الأمور هذه تبين المحامي والمحامي المتدرب والعميل ما هي
المحكمة المختصة وتسهل عليه في تحرير اللائحة. تحرير اللائحة من الأشياء المهمة. تدري يا أستاذ محمد بعض العملاء يستشيرنا اتصال يقول القاضي ردني قال حرر الدعوة. وش معنى حرر الدعوة؟ مو بعرف وش معنى حرر، لأنه مصطلح نظامي صحيح ما يعرفه. ما شاء الله تبارك الله، خدماتكم كثيرة يا دكتور، لو حبينا نوجزها الأشياء اللي تقوموا فيها بشكل عام. الله يحييك. والله يا أستاذ محمد احنا أول شيء يعني نستلم جميع القضايا، وزي ما علمتك قبل شوي احنا ندرسها دراسة مجانية ونشوف توجه القضية وقوة القضية، كان فيها قوة أخذناها. فجميع القضايا نستلمها. الأمر الثاني نقوم بإعمال التوثيق من إفراغ ومن وكالات معي ومن رهن وفك الرهن. الأمر الثالث سلمك الله نقوم كذلك بتأسيس الشركات. واحد عنده شركة يبغى يأسسها نقوم بتأسيس الشركات. الأمر الرابع كذلك قضايا اللجان الشبه قضائية، سواء اللجان الجمركية أو اللجان المصرفية. كذلك سلمك الله الأمر الرابع اللي هو الاستشارات المجانية. والأمر الخامس نقوم بكتابة المذكرات. يعني مثلا عندك قضية أنت الآن تقول والله أنا أبغى بس مذكرة. اكتب لي مذكرة، نكتب لك مذكرة، سواء مذكرة دفاع. وهذه كانت تغطيتنا بمكتب المحاماة، موقعهم أبدا ما يضيع، موجودين بعينك. هذا شارع القدس المجيدية نهايته، وهذا هو المكتب. بعد السنابة هذه بحط لكم سنابهم، تابعوهم، شوفوا الجديد عندهم. أي استفسار عندكم تقدرون تتواصلون معاهم.